هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. يأتيكم بث صوت حزب النهضة الإريتري على شبكة الإنترنت على العنوان التالي www.irnahda.org من إعداد مكتب إعلام حزب النهضة الإريتري. صوت حزب النهضة الإريتري من أجل إسقاط نظام الهجلة الشمولي وتعريته وإحلال البديل الديمقراطي الملبي لتطلعات شعبنا. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. كما يعبر عن معاناة المستضعفين من أبناء شعبنا الإريتري. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أعضاء ومؤيدي حزب النهضة الإريتري أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري، صوت النضال المستمر حتى تحقيق أهداف شعبنا في العدالة والديمقراطية، نهب بكل مواطن إريتري حر في داخل إريتريا أو خارجها أن يكون قلعة حصينة في التصدي والصمود، وصوتا مدويا بالحق في وجه عصابات النظام الدكتاتوري الإريتري الذي يعبث بمستقبل شعبنا وأرضنا. القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري، منبر الحزب وصوت المستضعفين من أبناء شعبنا، يأتيكم في أيام الاثنين والجمعة باللغة العربية، وكذلك أيام الثلاثاء والخميس باللغة التجرينية من كل أسبوع من إعداد مكتب إعلام الحزب. تتابعون أولى فقرات بثنا اليوم الجمعة 3 من أغسطس 2018، النشرة الإخبارية، ثم تليها دائما فقرات من التقارير والتعليقات واللقاءات السياسية التي تسلط الضوء على مجريات الأحداث في داخل إريتريا وخارجها، وكذلك التطورات الداخلية لحزب النهضة الإريتري. وقتا طيبا وسعيدا نتمناه لكم مستمعينا الأعزاء أينما كنتم مع فقرات بث القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري. أما الآن ندعوكم لمتابعة نشرة الأخبار، وهذه عناوينها. نهاية محتملة للخدمة العسكرية الإجبارية غير محددة الأجل في إريتريا. إثيوبيا تتعهد اكتمال سد النهضة وملاحقة قتلة مديره المهندس سمنيو بكالي. الرئيس الصومالي يقوم بدور وسيط لحل الخلاف الإريتري الجيبوتي. كانت هذه عناوين النشرة، وتتابعون تفاصيلها عقب هذا الفاصل القصير من صوت حزب النهضة الإريتري. أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الأعزاء في صوت حزب النهضة الإريتري، وإليكم نشرة الأخبار. من المقرر أن يكون الرئيس الصومالي محمد عبد الله الذي استهل يوم السبت 28 من يوليو 2018 زيارة لإريتريا تستغرق 3 أيام بناء على دعوة من رئيسها سياس أفورقي. قد بحث مع أفورقي مبادرة صومالية لحل الخلافات بين إريتريا وجيبوتي، وذلك ضمن عدد من الملفات أهمها الدعم الإريتري لحركة الشباب الصومالية المتطرف. فقد كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس الشيوخ الصومالي للصومال الجديد إن زيارة الرئيس فرماجو والوفد المرافق له إلى العاصمة الإريترية أسمرة تحمل في طياتها مبادرة سلام للوساطة بين إريتريا وجيبوتي، وكانت هذه المبادرة ضمن توصيات قدمتها لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الصومالي للرئيس الصومالي قبل توجهه إلى أسمرة. ومعلوم أن جيبوتي كانت تبحث في الآونة الأخيرة عن طرف ثالث يقوم بالوساطة بينها وبين أسمرة لإنهاء التوتر القائم على النزاع الحدودي بين الدولتين. وسبق أن رفعت جيبوتي طلبا بهذا الخصوص إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتاريش، كما جاء في مذكرة مسربة بعثت إليه جيبوتي عبر مندوبها لدى الأمم المتحدة في 11 من يوليو حسب موقع الصومال الجديد.
وأضاف موقع دوليس الإريتري المستقل إن أسمرة تتكتم عن مصير عدد من الجنود الأسرى الجيبوتيين وترفض بشدة الإقرار بوجودهم، كما تستضيف عدد من معارضي الرئيس الجيبوتي. تعهدت الحكومة الإثيوبية التي تسابق الزمن لكشف ملابسات عملية اغتيال المهندس الإثيوبي سمنيو بقالي مدير مشروع سد النهضة على مياه نهر النيل الاستمرار في بناء السد. وقال المهندس ليشي بقالي وزير المياه والكهرباء في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية إن عملية بناء السد تجري على قدم وساق، وأضاف سنواصل تحقيق رؤى المهندس الراحل حتى ننتهي منه ولا يتوقف المشروع بسبب موته. وأكد أن موت مدير مشروع السد لن يكون سببا في توقف بنائه، لكنه تحدث في المقابل عن تأخير في بعض العمليات الكهروميكانيكية. وقال لحل هذه المشكلة تجري المشاورات مع الجهات المعنية، معتبرا أنه بعد إجراء المشاورات الثلاثية لحل المشاكل التي أخرت بناء السد فقد حلت المشكلة وتجري عملية بناء السد بشكل جيد. وشهدت مدينة غوندر مسقط رأس بقالي تظاهرات حاشدة في 27 من يوليو 2018 للتنديد باغتياله، ودعا المتظاهرون الحكومة إلى سرعة اعتقال الجناد وتقديمهم للعدالة وإجراء تحقيق شفاف لكي يعرف الشعب الإثيوبي من يقف وراء هذه الجريمة المروعة بمعنى الكلمة. وبحسب الوكالة الرسمية فقد اعتبر المتظاهرون اغتيال بقالي يوما حزينا في تاريخ الأمة الإثيوبية، فيما رفع بعضهم لافتات مختلفة من بينها رحل قبلك عظماء طوعا وكرها ولكن بقيت العظيمة إثيوبيا شامخة أبية. وقامت السلطات الإثيوبية بتنظيم جنازة رسمية مهيبة يوم الأحد 29 من يوليو 2018 لبقالي الذي عثر عليه مقتولا داخل سيارته وسط العاصمة أديس أبابا. وقالت لجنة حكومية إنها قامت بتأجيل الدفن إلى هذا اليوم لاتخاذ الترتيبات لجنازة أكبر يستحقها بطل قومي مثله على حد قولها. وبدأت الأشغال في السد في مستهل 2011 ويتوقع أن تبدأ 2 من توربيناته 16 في إنتاج الكهرباء هذا العام بحسب ما أعلنت السلطات الأثيوبية في وقت سابق. قال أقارب مجندين في إريتريا إن السلطات الإريترية أبلغتهم إنهم لن يبقوا أكثر من عام ونصف في الجيش، وتفرض السلطات الإريترية في البلاد تجنيدا إجباريا لعام ونصف على كل المواطنين الذين تبلغ أعمارهم ما بين 18 إلى 50 عاما منذ عام 95 و900 و1000، ولكن السلطات لا تسرح المواطنين بعد انتهاء مدتهم، ويصبح التجنيد لأجل غير مسمى منذ عام 98 و900 و1000. وتدفع هذه السياسة آلاف الشبان إلى الفرار من البلاد ليسلكوا طريق الهجرة إلى أوروبا عبر المتوسط. وأضافت قناة 218 الليبية أن الإعلان جاء خلال حفل تخريج مجندي في 13 من يوليو الماضي 2018، يأتي ذلك تزامنا مع عملية سلام مع الجارة إثيوبيا. وعلق وزير الإعلام الإريتري يماني قبر مسقل على هذه الأخبار بقوله إن الإعلانات المهمة تصدر عبر القنوات الرسمية فقط. بنهاية هذا الخبر مستمعينا الكرام نصل بكم إلى ختام نشرتنا قدمناها لكم من صوت حزب النهضة الإريتري. وكلت القايد حرمت ولد أنسايد بعلتات الكيبة لأكلت رايد بعلتات الكيبة لأكلت رايد. يا
يهو كفي كف كفي يهو كفي يهو كفي تلاواز وبشعبنا كلهيا يهو كفي تلاواز وبشعبنا كلهيا يحققكم من قيلا شهداء هارتيا وحسابها لا يترف وحسابها لا يترف رح بحاسبك يا شهدانا هدري بدي أدمايا شهدانا هدري بدي أدمايا بدت لميرحت قيست أكي مكايد بدت لميرحت قيست أكي مكايد وديت شعبنا يحيى مايد قاب أحلى شعبنا يحيى مايد والكهلت والنايد حرمت ولد أنسايد بعلكات الكيبة لأكلت رايد بعلكات الكيبة لأكلت رايد بس حزين بس حزن شعبنا والسعادة بنتسامن بدير على قتلة ما لعنة ويوم إلا لا يبطل حق الله يبطل حق الله يبطل حق الله كم كان احنا هلا من آمرها أتأمره في آمرها سقم كان احنا هلا من آمرها أتأمره في آمرها جئبنا يهو يقبلها ولا تعرف على ما العرا جئبنا يهو يقبلها ولا تعرف على يعرف شعب يقبلها قضيتنا نآمر أسرارا قضيتنا نآمر أسرارا بدت لبيرحت قيست أكي مكايد بدت لبيرحت قيست أكي مكايد وديت شعبنا يحيى مايد قاب أحلى شعب وكلت بالنايد حرمت ولد أنسايد بعلكات الكيبة لأكلت رايد بعلكات الكيبة لأكلت رايد يهو كفي كف كفي يهو كفي يهو كفي تلاواز وبشعبنا كلهيا يهو كفي تلاواز وبشعبنا كلهيا يحققكم من قيلا شهداء هارتيا وحسابها لا يترف وحسابها لا يترف رح بحاسبك يا شهدانا هدري بدي أدمايا شهدانا هدري بدي أدمايا لم قال احنا هلا من آمرها أتأمره في آمرها لم قال احنا هلا من آمرها أتأمره في آمرها جئبنا يهو يقبلها ولا تعرف على ما لعرا يعرف شعب يأمرها
أسرارا، قضيتنا نآمر أسرارا. جئبنا يهون يقبلها ولا تعرف على ما العراف. جئبنا يهون يقبلها ولا تعرف على ما العراف. يعرف شعب يا برا قضيتنا نآمر أسرارا، قضيتنا نآمر أسرارا، قضيتنا. نجدد لكم التحية مستمعينا الأعزاء من القسم العربي في صوت حزب النهضة الإريتري. وفيما يلي تتابعون الإمارات تشيد باتفاق السلام التاريخي في البيان المشترك للقمة الإريترية الإثيوبية الإماراتية. في ختام اللقاء الثلاثي الذي جمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا ومعالي الدكتور أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والذي عقد في أبو ظبي في 24 من شهر يوليو 2018، أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة باتفاق السلام التاريخي بين دولة إريتريا وجمهورية إثيوبيا، والذي يمهد لعلاقات إيجابية بين الطرفين ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلدين بشكل خاص والقرن الإفريقي والمنطقة بشكل عام. كما أشادت دولة الإمارات في بيان ثلاثي مشترك بحكمة الرئيس إسياس أفورقي ومعالي الدكتور أبي أحمد، مثمنة الخطوة التاريخية التي أسفرت عن توقيع اتفاق سلام بين البلدين، ومثلت حكمة سياسية وشجاعة كبيرة لبلدين جارين تربطهما وشائج من العلاقات التاريخية والاجتماعية والكثير من المصالح المشتركة، وتمهد لسنوات من الاستقرار والتنمية والازدهار. وأكد البيان الثلاثي العلاقات المتميزة والراسخة التي تربط دولة الإمارات مع كل من إريتريا وإثيوبيا، والمصالح المشتركة التي تجمع بينهم، والتي ستعزز مع آفاق السلام والتنمية التي يمهد لها هذا الاتفاق، والذي يمثل أساسا راسخا لعلاقات سوية ومتينة في المنطقة. كما أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة في البيان دعمها اتفاقية السلام بين البلدين من منطلق الحرص على علاقات دولية صحيحة في إطار من حسن الجوار واحترام القوانين والمواثيق الدولية. ودعت الأطراف المجتمعة في بيانها المجتمع الدولي إلى دعم هذا الاتفاق التاريخي والبناء لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية، وينعكس إيجابا على شعبي البلدين وشعوب المنطقة، مشيرة إلى ترحيب معالي أنطونيو غوتاريز أمين عام الأمم المتحدة بالخطوات الإيجابية في تحقيق السلام بين إريتريا وإثيوبيا. وثمن إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا ومعالي الدكتور أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، ومساهمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير دفاع المملكة العربية السعودية في رعاية اتفاق السلام والدفع به ليكون واجهة لعلاقات إيجابية ستعود بالنفع على الطرفين بشكل مباشر وعلى القرن الإفريقي بشكل عام.
وقد شكر الرئيس السياسة فورقي ومعالي الدكتور أبي أحمد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات على مساهمتهما في الجهود المبذولة لإنهاء الخلاف بين البلدين الجارتين، حيث لم تألو المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات جهدا في متابعة خطوات المصالحة ضمن توجه البلدين الحكيم لإرساء علاقات استقرار في المنطقة واحترام حسن الجوار. نايم بسعادة سيد حابن زرقا مريد زابهت تسفرا تأمر كتهكن بتزقتغ تكون نغيلة تريترا. نايم بسعادة سيد حابن زبغلا مريد زابهت تسفرا نايدغن البحري ساقر كابت صعر تركب بتسقتي تريترا. فقرخ نفسنا وري فلسفن كلام دمي نعلم نشتوي خاقري نعيد نسفي عالمي عبزغت كوالا بلبي نوب الرقيبة غرسبي تمر ورقات عبيدي زينة صحابنا وشتي انت كاب سبتك كاب فترة سمعت شقر قديمنا كل سكرو الله زي تقبيت رقلت بزح يترقمو من بار مالت إنك تسمزم صاش بيرا إنك تسيكي تولو مكرا ناتا متاك تكون إريترا حالوات قبلنا حالرا سلام سلام من إسي إريترا من إسي إريترا سلام لك عدي بحبيرا سلام سلام محوات بحبيرا سفرسة الموت أقوي بوفرا أبزتك العاندي كبه جوتيكا مريري وبحلكا نتما تبعتي ببقعد بمثل بغلط حكي زي سرح ميلا كبكي بكبا عقلي كابزنا غزمه بفوا زركب وليلا فقرق نفسينا وري فلسفن كلاب دمي نعلم لإشتوي خاقري نعيق نسغيخ عالمي أبزغت كوالا بلبي روب الرقيبة غمسبي تمر ورقات عبيدي زين سبحاننا وشتي انت كابسب انت كابت فترة سمعت شقر قديمنا كنسكرو علو زي تقبيت رقلت بزح يترقمو من برمالت إنك تسمزم صاش بيرا إنك تسيكي تولو مكرا ناتا متاك تكون إريترا حالوا تغبينا حبيرا سلام سلام من إسي إريترا من إسي إريترا سلام لكي إري بحبيرا سلام سلام محوات بحبيرا سلام لك عدي بحبيرا نايرو قربا بحبيرا سسلو 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 شحن والتنفلو إيلام يوم بوتات كمحتلو عمبو سسلو تماهركم هاجرا سيتنو إيلام تخدم كمحتلو سسلو موشحن والتنفلو سلام لك عدي بحبيرا سلام سلام محوات بحبيرا لا 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 سسلو لكلو إريترا ببصحة حدث بحبيرا شحن والتان كنكونا إريترا سلام لك عدي بحبيراي سلام لكي إري بحبيرا نيرحو قربا بحبيراي سلام سلام محوات بحبيرا سلام لك عدي بحبيرا
مستمعي صوت حزب النهضة الإريتري، يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم على العنوان التالي: anp.medias@gmail.com. كما يسعدنا مستمعينا الأعزاء أن نرد على كل مقترحاتكم واستفساراتكم بكل اهتمام وتقدير. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، متابعي برامج صوت حزب النهضة الإريتري، بنهاية هذه الفقرة نصل وإياكم إلى ختام برامجنا التي عديناها لكم من إعلام حزب النهضة الإريتري لهذا اليوم. مستمعينا الأعزاء، إلى أن نلتقيكم في برنامجنا القادم، نترككم في رعاية الله وحفظه. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري.